اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقول لكم بقى يا جماعه ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. دي قناه ام حسن، اللي اول مره يخش فيها او يشوفها يسمع الكلمتين الحلوين دول. تعالوا هنا اقول لكم، تعالي يا اللي انت زهقانه وقاعده تقولي انا معيش فلوس وعليا نور وعليا ايجار وعليا ميه وعايزه اجيب شقه وعايزه اجيب عربيه وعايزه. تعالي ابدأي هنا. ادي 10 جنيه. ما تجيبيش البطاطس الكبيرة اللي هي ب 35 و30. هاتي البطاطس ب 20 جنيه. هاتي نص كيلو. هاتي نص كيلو ب10 جنيه. ها، لو معكيش 20 جنيه جيبي كيلو. هاتي نص كيلو. تسلقي شوية وشوية بدنجان اهو ب5 جنيه وشوية بطاطس اهوت قولي ب10 جنيه. خلاص هتعملي ايه؟ معكيش فلوس واخر الشهر اهو الزيت اهو ب5 جنيه. خلاص هنقلي بقى شويه البدنجان دول اهوت، وهقول لك دلوقتي هتعملي بيهم ايه وهتطلعي بمكسب ازاي وانتي قاعده في البيت. اوعي تروحي تستلفي، اوعي تروحي تشتكي لجارتك، اوعي تروحي تقعدي جنب واحده بتشتغل وبتسترزق وشقيانه وتعبانه وتحكي لها وتشيليها همك. هي خرجت بتشتغل برضو وقاعده بتشتغل وبتلف بشويه ذره بشويه بتاع ده. ده هقول لك كمان 5 جنيه. عارفه فول الذره ده؟ تعملي اكياس ذره، ها، الفشار، معلقه زيت ومعلقه ملح صغيره، معلقه زيت زي دي، وتعملي اكياس الذره وتنزلي تبيعيها. ده انت قعدتي قدام بابك. أما والله العظيم يا جماعه انا شفت واحده عماله تشتكي وتقول مشكله ومش مشكله. تعالي، قلت لها تعالي. انا لو كل مره ما اشوفك تقولي عندي مشاكل. عندك مشاكل ايه؟ كل الناس عندها مشاكل. عليكي ديون، عليكي ميه، عليكي ده ايجار، علي على طول قاعده بتشتكي. طب ما قعدتش تفكري انا اعمل ايه؟ الاكل اللي انت عاملاه ببيتك، ها، الاكل اللي انت عاملاه ببيتك. اقعدي قدام الباب وسرتشيه وظبطيه وبيعيه. التكاتك اللي معديه من قدامك هتاخد، العيال الصغيره هتاخد منك الفشار. ما تقعدوش تشتكوا وتشيلوا نفسكم الهم ويجيلكوا الامراض. هقشر البطاطس دي وهقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. اعملوا يا جماعه كده واشتغلوا. 10 جنيه، 5 جنيه و5 جنيه زيت اهو. سلقنا شويه بطاطس وسلقنا ده الغدا. ممكن تاخديه وتسرتشيه وتبيعيه. التكاتك هتاخد منك، العيال هتاخد منك الفشار. اوعوا تشتكوا يا جماعه. انا الموضوع ده قلت هكلمكم فيه صراحه. هقشر بطاطس وانا بحمرها هحكي لكم ايه اللي حصل. بس بقى يا حلوين يا طعمين، ها، حطوا اللايك لام حسن حبيبتكم، وعشان خاطر حسن الله يرحمه، الله يرحمك يا ابني ويرحم امواتنا جميعا يا رب العالمين، يجعله في الفردوس الاعلى. خلاص، واعملوا اشتراك في القناه، ها، عشان تشوفوا كل جديد، عشان كل ما اشوف حكايه هحكيها لكم. وفي حكايات عندي كتير والله، قلت ليه ما اقولكوش، ها، ما احكيلكوش ليه؟ ما انتوا حبايبي. انتوا اشتراك فعلوا عشان يجيلكم كل جديد وكل حكايه هشوفها اقولها لكم. وهقول لكم اكمل لكم الحكايه بس لما اقشر البطاطس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي. بصوا يا حبايبي، اولا انا مش هحط قوطه هنا ليه؟ الدنيا حر جدا وعبال ما يتاكل لا قدر الله يكون حامل. ساعه الاكل يتحط البتاع. بصوا بقى، تحط القوطه هنا في خل وليمون وكمون وفلفل سبايسي، ولا مش عايز سبايسي بحط له فلفل رومي. دي بطاطس محمره، وعملت البطاطس المهروسه، وعملت سمكتين اهو هنطلعهم دلوقتي مع بعض. وخدت شويه زيت من ده وحمرت شويه بصل. هنعمل طبق ايه؟ رز جنب السمك. هقول لكم بقى على البطاطس دي. اطلع السمك وارجع لكم. خليكم معايا عشان احكي لكم حكايه اللي هي قاعده دي على عتبة البيت وبتشتكي للي رايح واللي جاي، وتروح تقعد جنب اللي هي شقيانه وتعبانه وعماله تشوي الذره وتبيع ده وبتعمل ده وشقيانه وبتشتكي لها. تانية نازله ليه؟ عشان عندها مشكله فعايزه تحل ايه؟ مشاكل بيتها. فدي برضو لازم نعلمها ان هي ما تشتكيش، تحل مشاكل بيتها.